حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى داي 5. تمام كده، اخر يوم خلاص الحمد لله في الامتحانات. هو احنا داي 5 بس احنا بادئين من يوم 9 وخلصنا النهارده 18. الحمد لله الحمد لله. رايحه اجيبهم من المدرسه. دعواتكم بالنجاح. طبعا هم عايزين يتمشوا، فانا ايه هاخدها بقى حلوه في سلوانه. وهروح قلعه السبلايز كمال سعد في المنشيه. هجيب من هناك كراسات، هجيب بس كراسات دلوقتي يعني اللي بيها ايه، يبقى عديت من عليا حاجه. تمام. واي حاجه بقى هشتريها انتوا معايا حبايب قلبي. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى احنا نزلنا عشان نجيب الكراسات والحاجات اللي ناقصانا. وعبد الله مدمدم ومش عايز يجيب حاجه. مش عارفه مدمدم ليه. يلا بينا نجيب الكراسات بالمره بالمره، يلا بينا. هنا بقى جبت الكراسات 400 جنيه. ادعوا لهم بس بالنجاح يا رب. كده انا اديتهم الرئيسون ومستنيه اخر الرئيسون. تمام 400. هنا كده هي الكراسات اتكيست. النتيجة ب بس 12 كراستين يلا الرسم. تمام. باخد منه بونه حاجة. هنا بقى رايحين ناكل حاجه حلوه عند فهمي. رز بلبن بقى ولا ايس كريم، شوف هناكل ايه. يا عبد الله عايز تاكل ايه؟ طب ماشي شكرا. يلا بينا. هنا بقى حبايبي جينا عند فهمي، طلبنا الطلبات بتاعتنا. طبعا من اسكندريه عارف فين فهمي، في المنشيه. إيه، انا طلبت رز بلبن مكسرات وعبد الله نوتيلا نوتيلا ايه، ام علي بالنوتيلا. وريتاج رز بلبن ساده. اتفضلوا معانا حبايبي، رز بلبن ساده، رز بالمكسرات وام علي نوتيلا. حلو ريتاج رز بلبن. جميل جدا. ايه يا بوجي، النوتيلا عامله ايه معاك؟ قلبي من جوه قلبي. حبايبي جبت لهم كراساتهم وما نسيتش نفسي. جبت لنفسي حاجات حلوه هوريها لكم لما اروح. يلا بينا حبايب قلبي. دلوقتي بقى رجعنا على البيت. انا خدتهم بالمدرسه على السوق ورحنا جبنا حاجات شويه طلبات للبيت. وهصورها لكم اوريها لكم. بس عبد الله عايز اوريكم ايديه وقع على ايده في المدرسه. وربطها رباط ضغط. وقع على ايده وجعاه جامد الصراحه. كدمه جامده. هناك عندهم المدرسه فيها البلاطات الحمراء دي اللي هي ايه، على شكل مسدس سداسي الشكل كده، ناعمه. فزحلقته مع ميه الشتاء وكده. زحلقته وعلى دراعه ودراعه وجعه. ادعوله بقى. بس الحمد لله عبد الله شطلاوي، فالحمد لله جت في اليمين يعني الحمد لله. ربنا يستر يا رب ويعدي لنا الامتحانات دي على خير يا رب. حبايب قلبي، ده عايزه بقى اوريكم المشتريات بتاعت النهارده. بس قبل ما اوريكم مشتريات النهارده في حاجه انا جبتها ونسيت اصورها لكم. انا كان عندي ضوافري مشققه فيها تشققات كده. بس انا جبت لها كريم بنسينول. تمام واضح بس متشقلبه بقى معلش. كريم البنسينول ده نينجا نينجا نينجا. في ايه بقى، هو ما عالجليش ضوافري. ضوافري محتاجه فيتامين فعلا. بس جربته على الشعر طلع روعه. بيتحط على الشعر كانه معمول سشوار. بجد بجد اوريكم شعر ريتاج بنتي اتعمل عليه بقى عامل ازاي. وطبعا على نفس الحكايه كده. بصوا شعرها كان مكسر مكسر. بصوا المنظر كانه مكوي يعني كانه معمول سشوار بجد. روعه. عايزين تجربوه على ضمانتي بصراحه. ده طبعا مش اعلان. بصوا اللمعه. بصوا الفرده. بصوا المفروض ازاي. خلاص نكمل بقى بقيه الحاجات اللي انا اشتريتها. جبت الاي شادو البلاشر ده. هو معاه هايلايتر بس انا مش بستخدم هايلايتر الصراحه. ايفر ايفر بيوتي. ايفر بيوتي 6 الوان دي عامله 40 جنيه. تمام. وجبت الروج ده. انا ما عنديش روج بنيات، فجبت الدرجه دي هوريها لكم. بصوا درجه جميله جدا. مش عارفه ماشيه معايا كمان يعني. هبقى احطها واوريها لكم. ده ب30 جنيه. وجبت الطرحه دي. كان عندي جاكيت كده رصاصي وفي التايجر ده كده كده فجبتها له. يعني جبت الطرحه دي عايزه اوريها لكم عليا. هبقى اوريها لكم على الجاكيت، هوريكم الطقم على بعضه. بس قولي كده اللون حلو على وشي. قولي بقى ايه رايكم في الكومنتات.
ها لونها كده حلو ماشي على وشي. قولي بقى ايه رايكم. ما انا يعني ما نسيتش نفسي، مش كل حاجه هم. وجبت المحفظه دي بس عبيت فيها حاجتي، يعني حطيت فيها حاجتي، يعني فيها صورتي مش عايزه مش هينفع اوريها لكم. تمام. بصوا من جوه جميله، عامله 125 جنيه. جبتها من الفلكي محطه الرمل من اسكندريه هيعرف. تمام. دي كانت مشترياتي النهارده وده كان يومنا النهارده. هنا بقى حبايبي هنبدا مع بعض نشتغل في الحمام. انا اول حاجه عملت ايه، غسلته كويس من البقايا اللي جواه تمام كده، ورحت جايبه البوله دي حطيت فيها ملح، معلقتين ملح، معلقتين دقيق، عصرت ليمونتين ودوبتهم كويس في الميه، ورحت نقع فيها الحمام اهي لمده ساعتين. تمام. هناخد بقى الحمام ونشطفه كويس من كل الكلام ده. هنا بقى كيلو رز اخد معايا، حطيت له كيلو لبن ومعاه كمان كوبايتين ميه وحطيتهم على النار يغلوا. حطيت بقى البهارات كلها، ورق لورا، حبهان، مستكه، الملح بتاع الرز، الحدوق بتاع الرز بالظبط، الزبده حطيت معلقتين زبده كبار، حطيت قلت ورق لورا، قرفه، جنزبيل، وايه كمان حطيت ايه كمان، حبهان ومستكه. يبقى قرفه، جنزبيل، حبهان، مستكه، ورق لورا، ملح، فلفل. خلاص كده. ونسيبه هنا يغلي على النار عشان كل حاجه تدوب، عشان بنزله على الرز يبقى ايه مفيش حته حادقه وحته باسله. هنا بقى اخد الحمام اغسله واحده واحده. شطف كويس، وطبعا مغسول مفيهوش اي حاجه، واحطه كده واقف عشان يصفي اي ميه جواه. في المصفى هنا مصفى اتقلبت. استني شويه يا ستي. خلاص كده حمامه نغسلها كويس. كده بقى زي الفل، ولا في زفاره ولا في اي حاجه، بس نحطه يتصفى من الميه ونشتغل فيه بقى. هنا بقى هنجيب الكبده والحاجه نقطعها قطع صغيره عشان تتحمر. دي الكبده والقنصه. يعني هي اساسا صغيره فهتتقطع مثلا قنصه كده على 2 والكبده على 2. تمام. قطعي. طبعا كل ده بيبقى مغسول طول الوقت بالكلور وبالصابون. تمام. هناخد بقى ونكمل شغلنا. هنا بقى بشوح البصله في حته زبده صغيره عشان انزل عليها بالكبد والقوانص بتاعت الحمام. ننزل عليها نقطه ملح صغيره بس، خلي بالكم عشان احنا محدقين ايه حدوق الرز، عشان ميبقاش الدنيا حادقه قوي. حطيت ملح صغيرين وفلفل، مش لازم بقى توابل. طبعا بنكون ايه مسخنين الفرن عشان البرام ما يلبش. حتى انا مقطعه البصل فيه حتت كبيره مش مشكله، ده بيدوب في الرز مش بيبان خالص يعني.
هنا بقى هننزل بالكبد والقوانص اللي قطعناها. نشوحهم برضو. نعلي بقى النار عشان ايه مينزلوش السائل بتاعهم ونشوح. طبعا البصل مش بياخد لون حتى، يعني ايه، يا دوبك الحاجه تتشوح واشيلها، عشان ده رز بريم ابيض ما يبانش فيه البصل عامل لون. خلاص كده نروح جايين منزلينه على البريم. هنا بقى حبايبي هنزل بالحمام على الرز بعد ما خد لون بسمنته بكل حاجه. وهنجيب اللبن اهو كده على الوش اهو. اللبن زي ما قلنا بحاجته اللي عملناه فيها. نقلب بس كويس الاول عشان اتاكد ان كل السائل اختلط بيه كل حاجه. بسم الله. سمي بسم الله كده، نصلي على النبي، خلي الذكر كده لساننا عاطب رطب بالذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نصلي على النبي كده ونذكر ربنا طول الوقت. تمام كده اهو، حطينا كده كل حاجه خلاص والرز اختلط. الرز بقى دي هنا بدل ما اعمل حمام محشي واخده اسلقه وبتاع، هو الرز لما بيستوي الحمام فاضي انا حاطاه، الرز لما بيستوي بيدخل في الحمام، بتبقى الحمام محشي. ممكن ادس كده ادخله ايه جوه الرز بس على قد ما اقدر، وعلى الفرن بقى على طول. حبايبي النتيجه النهائيه ايه رايكم؟ هنا بس حطيت ربع الورك. انا كنت عامله فيديو المشتريات معاكم وقلت ان بابا مش بيحب الحمام فجبت له ربع فرخه، تمام، فحطيته معاها. ادي المنظر. بصوا الرز، بصوا الرز طالع ازاي حبه بحبتها. بصوا المنظر روعه. تعملوا ايه بقى اما تشوفوا المنظر ده؟ اللايك الجامد، تمام، تعليقاتكم جميله بحبها. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي. تمام حبايب قلبي، مع الف سلامه.